سلام سلام زينات، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى انه يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه واحسن الاحوال. اليوم البنات جبت لكم لحم مفور في الكسكاس، درته بطريقه رائعه. درت له تتبيله ايضا بزاف بنينه، رافقته ببصل وطماطم. دوك تشوفوا معايا الطريقه. نبداو الفيديو حبيباتي، ما تنسونيش باللايك والاشتراك. اول حاجه عندي كميه من اللحم، عندي هنايا توابل، فلفل عكري، كمون، فلفل كحل، توابل اللحم وملح ومعدنوس. عندي 2 حبات طماطم، حبه بصل تكون كبيره، والثوم. هكذا اول حاجه البنات نبداو بها هي نديرو هذيك التتبيله. كما قلت لكم هذه التشكيله تاع التوابل تماشاو مليح مع اللحم، نخلطوهم هكذا مع بعض. نضيف له كميه من الثوم، قطعتها هكذا فقط يعني شرائح، كان حتى تدرسوها لانه دوك كي تفور هكذا يعني تطلق روحها. في التوابل ايضا البنات اللي تحب تزيد فلفل حار تقدر تزيديه، اللي تحب يعني اللحم تاعها يجيها حار. نقطعوا كما قلت لكم هذيك الثوم، عندي درت هنا 5 سنينات حوالي هكذا 5 سنينات. نزيدوا هذيك حبه تاع البصل تاعنا، نقطعوها ايضا عشوائيا هكذا. شوفوا حبه تكون كبيره. عندي ايضا هذيك الطماطم نحيت لها القشره تاعها هكذا. وقطعتها هي ايضا يعني عشوائيا، كنحولها برك هذيك الزريعه لداخل. نبدلو شويه البنات، ماشي دائما نديروه يعني في الكوكوطه. عندي ايضا مغرفه تاع طماطم مصبره، مغرفه تاع لاموطارد يمد لها ذوق مختلف وبزاف بنين. زدت لها 2 ملاعق تاع زيت نباتيه، اللي تحب دير زيت الزيتون تقدري ديري ايضا هكذا. وخلطت كامل هاد المكونات مع بعضهم. الان جبت هذاك اللحم تاعي، دخلت فيه هذيك التتبيله مليح كما راكم تشوفوا معايا هكذا. تقبوه البنات باش تدخلوا التتبيله مليح هكذا، وباش ايضا يطيب معاكم يعني ما يطولش، وباش تدخل هذيك التتبيله مليح داخل اللحم ديالكم. درت لها مع في الاخير عصره تاع قارص. اللي عندها الخل ايضا دير ملعقه تاع خل هكذا. الخل يعني يزيد له في الطراوه تاعو هكذا. وعاود تخلط مليح البنات. هذه التتبيله انا درتها في الليل هكذا كما كتشوفوا معايا. درتها في الليل، خليتها باتت ليله كامله هكذا تشرب لي هذاك اللحم هذوك التوابل مليح هكذا. كي نوضت الصباح اول حاجه بديت فيها هي اني نطيب هذاك اللحم، لانه يعني يشد شويه الوقت. حكمت ورق الطهي، درت فيه هذاك اللحم تاعي وهكذا كما راكم تشوفوا. درت معاه هذيك الكميه من التتبيله هكذا، يعني كل واحد كل مرصو درته وحده هذا. نغلقو مليح على هذاك البابي على ورق الطهي، ومن بعد زدتلو بابي الومنيوم هكذا يكون اكثر صحي. ما نديروش ورق الالومنيوم مباشره مع اللحم، ديروه بهذه الطريقه. وغلقت هكذا كامل من الجوانب. وجبت كسكاس ديالي اللي راح نفور فيه هكذا، ما دهنتو ما والو. حطيت هذاك اللحم ديالي. نزيد ندير معكم الجزء الثاني تاع اللي بقالي من اللحم بنفس الطريقه. نحط هذاك اللحم تاعي، نزيد هذيك التتبيله فوقه هكذا ونغلق عليه.
كما قلت لكم نغيروا شويه، ماشي دايما ناكلوه في المرقه ولا فور تاني يجي بنين. هكذا البنات غلقت عليه مليح وزيد درتو ايضا هو في الكسكاس وحطيته يفور. هكذا نغلقوا عليه من الفوق وحطيتوه هكا يفور. ياخذ معكم حوالي 2 سوايع 2 سوايع ونص. هكذا يطيب معكم زبده. هنا بعد ما فار معايا مليح هذاك اللحم نحيته. شوفوا هذاك الجو اللي هبط منه، يعني هنا كنت حليت الجزء الاول تاع اللحم، شفتوا يعني حبطت منه صلصه هايله. عليك كما كنتوا معايا وشهيتكم في الجنه. طاب ما شاء الله. البنه ما نحكي لكمش البنات، جا بزاف بزاف بنين. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه. هكا اللحم مفور على طريقتي. كما قلت لكم التوابل تبقى دائما اختياريه، كل وحده واش تحب. كاين اللي تحب تزيد له راس الحانوت، انا كما قلت لكم درت له توابل اللحم. تجي فيهم من كل حاجه، من كل تابل يجي منه شويه. تقدروا ترافقوه مع كميه من الارز هكا تغليوه، تحمصوه كما نقولوا شويه في الزبده وتغليوه. انا رافقته مع البطاطا لي فريت هكذا. وكانت هذه هي البنات الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. درت لكم لحم مفور في الفوغ، جاب لنا ولا اروع. شوفوا لاصوص هذيك اللي حبطت منه هكذا. ان شاء الله هذه الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم وتعودوا تعتمدوها كوصفه، بما انه يعني العيد وكاين اللحم واحد يبروفيتي ما ياكلوش غير طايب. ديروا هكا مفور صحي وبنين. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه حبيبه قلبي، الى فيديو اخر. اللي دخلت جديده للقناه نقول لها مرحبا بك. ما تنسونيش ايضا باللايك والاشتراك هكا باش يوصل يعني الفيديوهات اللي على نسبه المشاهده يستفادوا منهم الجميع. راني نتعب يعني حبيباتي في هذه الفيديوهات، نتمنى انكم تدعموني. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه.